لن أتمكن من الاستماع لمداخلة السيد الوكيل العام وكذلك إلى مداخلة، فقلت له بالحرف على الأقل استمع إلى مداخلة السيد الوكيل العام، وفيما يتعلق بمداخلتي فإنني لا أرى أي مانع في ذلك. وبعد انتهاء السيد الوكيل العام قال لي بالحرف: هل تأذن لي يا نقيبي لكي أنصرف؟ قلت له إنني لا أرى أي مانع في ذلك، غير أنني فوجئت حينما غادرت هذا الفضاء أن هناك تم تأويل تلك المغادرة، وأن السيد وزير العدل هو حريص على هيئة المحامين بالدار البيضاء وعلى الدفاع عن مكتسباتها. و بكل صراحة هناك شيء أود أن أصرح به أمامكم، هو أنه يحترم ويقدر السادة النقباء ويقدر كذلك هيئة المحامين بالدار البيضاء. هذه هي التوضيح الذي أردت أن أقوله، لأنه ما يجمعني مع السيد وزير العدل هي أشياء كثيرة تجمعني معه أكثر مما يفرقني معه. وبالتالي هناك بعض الزملاء حينما غادر هذه القاعة اعتقدوا أن هناك ما يسيء إلى العلاقة المتميزة التي تربطني مع السيد وزير العدل ومنذ سنوات. كذلك حينما غادر هذا الفضاء وغادر هذه المحكمة اتصل بي هاتفيا من جديد وأكد لي اعتذاره. إذا ما بقى نقول الأشياء اللي تنطلب أنا والسيد وزير العدل يوفقوا في العمل ديالو وفي المهام ديالو. وفي الختام أود أن أنوه بالعلاقة الطيبة والعلاقة المتميزة التي تربط هيئة المحامين بالدار البيضاء مع السادة المسؤولين القضائيين وبدون استثناء، وكذلك معكم جميعا السادة المستشارين والسادة القضاة. ولله الحمد فإننا نعيش في هذه فترة زاهرة، وأتمنى أن ما بقي لي خلال هذه الولاية أن تسير على هذا المنوال. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس الأول محكمة السيناء بالدار البيضاء، السيد الوكيل العام محكمة السيناء بالدار البيضاء،